انا مصاب، قعدت مع زمايلي في الجبهه اللي هم قالوا لي هنموت معاك مش هنسيبك عشان اشارك في ملحمه النصر النجيده يوم 6 اكتوبر 73. كان يوم من احلى الايام في عمري، وانا كان وقتها عندي سني 26 سنه 26 سنه وداخل برجلين بلاستيك وايد مقطوعه وعين، رايح لعل وعسى انول الشهاده العظمى اللي اتهرب منها والشهاده في سبيل الله. كان نفسي اقتل شهيد عشان الواحد يعرف يقابل ربنا ويخش مع النبيين والصديقين في الجنه. خلي بالكم مصر مستهدفه، خلي بالكم التليفون اللي في ايدك، التليفون اللي في ايدك ده شيطان متحرك معاك، خلي بالك مش كل حاجه تتنشر عليه تصدقها. العدو ما عادش يقدر علينا بالمدفع، بيحاربنا بحاجه اقوى من المدفع. ايه هي؟ الحرب النفسيه والفتنه والاشاعات والمخدرات. ابنائي واحفادي خلي بالكم، ما حدش يضحك عليك ويقول لك خد شوف السيجاره دي، طب خد البرشامه دي، هتضيع وتضيع نفسك وتضيع بالك معاك. هتقول لي طب انا يعني ما الشعب 100 مليون والجيش موجود والشرطه موجوده. انت مهم جدا، ما هو انت الجيش وانت الشعب وانت الشرطه، انت ما تستعصرش بنفسك. فرد واحد ممكن يغير التاريخ، فرد واحد يغير التاريخ يغيره. مين كان يعرف ان هيطلع ضابط من الجيش يغير مصر 180 درجه؟ مين طلع ضابط من الجيش؟ كان حد يعرفه بتاع سيدي؟ طلع فجأة غير مصر كلها 180 درجة. واحنا شفنا الايام السوداء اللي كانت قبله الايام السوداء اللي هو من 2011 لغايه 2014. شفت مصر كانت مبهدله ازاي وتعبانه ازاي. جهز نفسك تدافع عن الوطن. شاب او شابه ما تشغليش في نفسك. البنات الصغيرين احفادي هتبقوا امهات المستقبل ان شاء الله، كلكم امهات المستقبل. ربوا ابنائكم ان شاء الله باذن الله، ربوهم زي ما امي حميده احمد دلة ربتني وعلمتني يعني مصر. الفلاحه عرفتني يعني ايه مصر، وكانت تحكي لي على فلسطين والانجليز وانا عندي 5 سنين. اتربوا اولادكم، بناتي الصغيرين امهات المستقبل ان شاء الله. خش على تليفونك اللي معاك، انا مش هتكلم كتير عشان انتوا قاعدين في الشمسه ونزلتوا من القعده. خش على تليفونك، اكتب على الفيس، على اليوتيوب، على جوجل الشهيد الحي عبد الجواد سويلم. شوفوا ابهاتكم واجدادكم عملوا ايه، وانا عندي 19 سنه بضم المزرعه السوريه يوم 61. عندك كام؟ 19 سنه بضم في راس العش مدرعه وانا عندي 19 سنه يقتل فيها 12 جندي اسرائيلي. ما تحترصش بنفسك وانت ما تصرفش بنفسك. كل واحد مهم ذكر او انثى. خلي بالكم والخطر كبير علينا جدا. دلوقتي بيحاربونا بالاشاعات والفتن، بيحاربونا بالمخدرات. انا لسه عندي 78 سنه والجبل قطعه وماشي بالدقل قدامك اهو، عشان ما بدخلش، عشان ما اخدش برشامه، اخد برشامه اجربها كل يوم في محافظه عشان اوعي اولاد الشباب من بورسعيد اسكندريه الصعيد للقاهره. الف وانا ماشي واقعد اتكلم وانا واقف على رجليا. انا اتعمدت امشي قدامكم في الشمسه عشان ما تقولوش هو قاعد في الظل وهو احنا قاعدين في هو قاعد في الظل واحنا في الشمسه. انا ماشي في الشمسه عشان تعرفوا ان انا برضه ضايق الشمسه ضايقكم والدنيا حر. خلي بالكم من اولادكم. البيت الاول، البيت رقم 1. خلي بالكم من اولادكم، خلي بالكم من اصدقاء السوق، خلي بالكم من الاشاعات والفتن على التليفون. التليفون ده عامل زي السكينه، ممكن تقطع بيه جاتوه ممكن تموت بيه. خلي بالكم 90% من اللي موجود على التليفون فتن واشاعات حرب نفسيه يحاربونا بيها اعدائنا. المخدرات خلي بالكم من ابنائكم. طب انا دلوقتي يعني انت دلوقتي عملت ايه في الشمس ليه؟ دي رساله ربنا هيحاسبني عليها. بلغت ولا بلغتش؟ اللهم اشهد اني قد بلغت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.